مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتمام الصحة والعافية والسلام يا رب العالمين. النهارده عايز اتكلم معاكم عن شوية نصايح للناس المقبلة على الزواج، شوية نصايح للشباب وللبنات. اولا هبدأ بالبنات، البونبون بتاع الحياة، الحاجة الحلوة، السكر المحلي المحطوط على الكريمة، المصدر الامان والسعادة لينا احنا كشباب، سواء مقبلين على الزواج او بعد ما نتجوز ان شاء الله يا رب العالمين. أول نصيحة عايز أقولها ليكي عشان خاطري، بلاش الهرمونات بتاعتكم، هرموناتكم الغريبة اللي بتقابلنا دي بلاش. يبقى الواحد فينا يا عيني جاي نفسه يكلم خطيبته يتفضفض معاه بكلمتين بعد ما شاف يوم طويل عريض من خناقات ومشاكل في شغله أيا كان اللي شافه ربنا وحده اللي أعلم بيه. يجي يكلمها: حبيبتي عاملة إيه؟ مفيش. مالك يا قلبي؟ ماليش. أنت كنت كويسة يا بنتي؟ ما أنت لو مهتم كنت عرفت. حضرتك يعرف ايه؟ حضرتك يعني يوم مطحون فيه شغل وجاي عشان يفضفض ويفك معاك بكلمتين حلوين، تقوم انت تروح خبطها رزع خبط كده؟ مفيش. انت لو مهتم كنت عرفت. اهدوا علينا شويه، هرموناتكم ابص ايديكم، هدوها علينا شويه. الموضوع بسيط جدا. لو في حاجه مزعلك ما تختبريش خطيبك وتقولي له مفيش، اصل لو مهتم كنت عرفت. قولي له، جايز هو مش واخد باله، جايز ضغوط الحياه مخليه مش واخد باله. نهدى على بعض شويه، ويا ريت تهدوا هرموناتكم علينا. تيجي نكلم واحده فيكم: حبيبي هو انت ما خدتش بالك؟ مش ملاحظ حاجه فيا جديده اليومين دول؟ احنا يا عيني بحسن نيه وبصفاء نيه مننا مش عارفين اي حاجه. ايه يا حبيبتي مالك؟ خسيتي شويه؟ لا الكلام ده كان من 3 ايام. طب امال ايه يا حبيبتي؟ ايه ده انت جبت فستان جديد؟ مبروك ما شاء الله، شكله يجنن عليك يا قلبي. ايه ده الفستان ده لبسته من 5 ايام في شبكه منى صاحبتي، انت لسه جاي تقول لي دلوقتي؟ امال ايه؟ اعرف منين حضرتك ان انت ايه الجديد؟ نبص نلاقي رد يعني ممكن يجيب جلطة لينا احنا. حاجة بسم الله ما شاء الله لوز. انت مش واخد بالك ان انا غيرت المونيكير، لون المونيكير بتاع صباع رجل الصغير؟ مهم. احنا كشباب في الحالة دي كأن حد جاب سكينة حطها في مخنا من الناحية دي، طلعت من الناحية التانية. مش عارف ارد اقول لك ايه بصراحة يعني. انا المفروض ان انا اجي اعمل لك كشف هيئة واشوف المونيكير بتاع لون رجل حضرتك غيرتيه ولا ما غيرتهوش، ويا ترى ماشي مع لون الجزمة وماشي مع لون الفستان اللي حضرتك هتروحي بيه خطوبة منى صاحبتك ولا لا. ارحمونا، ارحمونا. في حاجات تافهة احنا ما بنعرفش نركز فيها، حاجات عادي عديها. ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ انا مش لازم ابص على صباع رجلك الصغير يعني افضل ابص الله حبيبتي شكله حلو قوي المونيكير ده. احنا تعبنا. بعد كده عايز اقول كام كلمة للولاد: بلاش تتقمص دور سي السيد، بلاش تبقى انت الامر الناهي اللي هو لا اعملي الحاجة ما تعمليش الحاجة. بلاش. الموضوع بسيط. اتكلم بشياكة بلطافة بأسلوب كويس. بلاش تبقى انت خانقها. رحت فين؟ جيتي منين؟ مين بيكلمك؟ مين بيعملك؟ خليك واثق فيها اكتر من كده. اديها حريتها، اديها مساحتها الشخصية، خليها تعرف تتنفس. انت طول ما انت خانقها قوي كده هتتخنق منك. هي البنات دول عاملين زي الورد كده، حاجة ديليكا كده شيك قوي، بيحبوا اللي يهتموا بيهم. الورد لو فضلته فضلت تهتم بيه وتديله ميه وتسقيه ميه يوم بعد يوم بيكون شكله حلو وجميل قوي. لو انت غرقته ميه، خد بالك اللي هو خنقته يعني، هيموت منك. وفي نفس الوقت لو انت سبته فترة طويلة من غير ما تسقيه وتهتم بيه هيدبل. كذلك الوضع لما تيجي تتعامل مع الأنثى، حاجة رقيقة، حاجة جميلة كده، تعامل معاها كأنك بتتعامل مع وردة، بتربي وردة. اديها اهتمام، اديها احتواء، اديها أمان. بلاش تخنقها، بلاش كل شوية زعل وخناقات وخلافات بينكم من بعض.